مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. ما تنسوش دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد معنا، ومرحبا بكل تفاعلاتكم في التعليقات. أكد مصدر أمني اليوم السبت إلقاء القبض في ساعة متأخرة من ليلة أمس على مدير المستشفى المحلي بساقية سيدي يوسف المتهم بإضرام النار في جسد ممرض والاعتداء على ممرضة بآلة حادة. الحادثة أثارت استياء واسعا في الأوساط الصحية والاجتماعية، حيث أصدرت وزارة الصحة بيانا أعربت فيه عن استنكارها الشديد لما وقع، مؤكدة التزامها الكامل بمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الحادثة المأساوية. كما أعلنت الوزارة عن سلسلة من الإجراءات الفورية والعاجلة، من بينها إعفاء المدير الجهوي للصحة بولاية الكيف من مهامه، إيقاف مدير المستشفى المتهم عن العمل بشكل فوري، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبعه عدليا وتأديبيا. وأكدت الوزارة أن مثل هذه الحوادث لن تمر دون محاسبة مشددة على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة في المؤسسات الصحية وضمان حقوق العاملين فيها.